من صفع ماكرون؟ هذا أكثر راجل سعد ومكبوب في العالم. زوجة ماكرون تضربه بكف. ليه بالحق؟ ما عادش فيها، لازمنا نحلوا ملف العنف ضد الرجل. بالحق ولا مسكوت عليه؟ هو تصدم مسكين كي شاف بالطيارة تحل ظهر فيه قاعد يبزز في المضيفة ثنية كاملة. يا هي غشمته بداودي أمه وتعرف مصلحته وتربي فيه عادي. يا ولادي هذيك هي التربية الحديثة اللي يحكوا عليها في فرنسا. كما قاعدين نشوف في الفيديو كي جاو هابطين من الطيارة، هو مد ايده باش يهبطها وهي زادت كبرت عليه وحقدت. نسي والله أدرى. والله ماني فاهمة الرئيس هذايا مسحور ولا شبيع زيه، خاطر ما فماش واحد ما يديركوا العقلية يقبل بصراحة معاملة كيف هكا. عزوز شمطاء وزيد تضرب فيه من فوق. بالحق أول مرة نرى سوء التربية يجتمعوا بعضهم مع سوء التربية. أما نرجع ونقول يمكن تضرب فيه على مصلحته. بالله كان شد عليه كمبيالات مش باش يعطي للذل كارو هكا. صراحة باين اللي هو عامل شر كبير في حياته، على ذلك ربي سلط عليه عجوز شمطاء باش تربيه من اول وجديد. ليه وما صح رقعتهم زيد مهابطين تكذيب. قال لك الزوجين يمزحان فقط، وهذه طريقة كيفاه هي مبتكرة للاسترخاء. هذه استخراء. هذه نصيحة موجهة لطاقم الطائرة. بربي المرة الجاية قبل ما تحلوا الطيارة على العباد استأذنوا الأول، ما الله حالة فيكم. هذه خصوصيات راهي.